محتار يعني بين ابو فله وبين بندرسته وبين ذي. افضل لاعب في العالم بالنسبه لي صراحه انا احب في نفسي صراحه، يعني سؤال محرج شوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم سعيد، واليوم بيكون فكره المقطع عن اسئله المتابعين. طبعا ناس طلبوا مني فيديو تعريفي، وبذلك قلت اعرفكم عن نفسي، وثانيا بسوي اسئله المتابعين. طبعا اول شيء حاب اشكركم على 300 مشترك، صراحه ما توقعت ان نصل لهذا العدد المميز صراحه، يعني والله يعني في اقل يعني من شهر تقريبا وصلنا ل 300 مشترك، بس انا يعني تقريبا ما نزلت مقطع واحد تقريبا من 200 مشترك احتفاليه، والان بنزل مقطع من اسئله المتابعين وواصل على 300 مشترك. ما شاء الله يعني عليكم، ما تقصروا والله، يعني فرحه من القلب يعني، والله يعني شكرا لكم من القلب. يعني صح ان قطعت عن القناه 3 اسابيع وكم، بس يعني يظل ان مجهود منكم كبير انه وصلتوني ل 300 مشترك وانا قاطع يعني تقريبا عن القناه لمده 3 اسابيع. فهذا اللي حابب كنت اقوله في البدايه، وبس ننتقل الى المقطع. اوكي، اليوم بيكون معانا طبعا الضيف اللي هو سعيد فهد. السلام عليكم. اول بدايه بنشوف اسئله الانستغرام، واول سؤال معنا سعيد شوف ويش. انا اصيل، ما وظيفة احلامك؟ وظيفه احلامي صراحه اني اصير يوتيوبر، هذه هي الوظيفه. يعني انا اكثر شيء يعني شغوف فيه بالنسبه لي يعني كشغف، يعني كاستمراريه، مع اني اقول يعني اتعب وهذا، لكن يعني كما تعرف انه شغف. ويعني صراحه انا اشوف ان وظيفه احلامي هي اني اصير صانع محتوى ناجح في تقريبا اكثر شيء منصه اليوتيوب بالنسبه لي تفضيلا يعني. اوكي يا جماعه الخير، اول بدايه شفنا اسئله الانستغرام، ثانيا بنشوف اسئله المنتدى في منصه اليوتيوب. فسعيد شوف وش اول سؤال. من رايزو 1 2 3 8 7. زي ما يقول اسمك أوي؟ الاسم هو اسمي سعيد زاهر الاغبري. كم عمرك؟ عمري حاليا انا حاليا 14 سنه، بعدني ما داخل 15. صف كم؟ روح صف العاشر. والان نشوف السؤال التالي. افضل يوتيوبر بالنسبة لك، افضل لاعب في العالم بالنسبة لك. زي لحظه وقف. اول السؤال الاول ويش؟ افضل يوتيوبر بالنسبة لك. انا صراحه اشوف افضل يوتيوبر بالنسبه لي يعني كقناه، يعني صراحه محتار يعني بين ابو فله وبين بندرسته وبين ذيل. يعني صراحه انا ما اقول ان كلهم ممتازين، ما اقدر اقول ان يوتيوبر افضل ويوتيوبر هذا، عشان ما حد يعني يصير مثلا واحد فانز كذا يوتيوبر كذا يقول انا ما بتابع سعيد يسب انه يفضل يوتيوبر كذا. فلذلك انا ما بكشف عن اليوتيوبر المفضل لي. افضل لاعب في العالم بالنسبة لك. افضل لاعب في العالم بالنسبه لي صراحه والله يعني شوف، انا يعني على الناس يجلسوا يقولوا لي انت يعني مثلا فضلت كريستيانو، فضلت ميسي، سعيد فضل كريستيانو ما بتابعه عشان انا فانز حال ميسي مثلا. انا فانز حال ميسي ما بتابع سعيد لانه فضل كريستيانو. انا صراحه شوف ما بكشف كالعاده، انا دائما حاب اقول ان انا القناه هذه لا اريدها حل الجميع، ما اريد حل واحد فانز مثلا ميسي يتابعني فقط وفانز كريستيانو ما يتابعني. لذلك انا ما بكشف عن افضل لاعب لدي. ايش افضل يوتيوبر او انستغرام؟ ايش افضل يوتيوب او انستغرام؟ صراحه شوف انا بالنسبه لي اشوف ان اليوتيوب افضل، لكن الانستغرام ما يظل انه ما افضل. الانستغرام يعني كيف يعني اقول لك، هو يعني منصه التواصل الاجتماعي، يعني منصه للبوستات، يعني احد الصور شخصيه والريل. طبعا الريل لا يعني لا يعلى عليه، يعني شيء ممتاز صراحه، نفس اليوتيوب شورت. مع احترامي لكل على الانستغرام، انا افضل اليوتيوب لان اليوتيوب ممكن يتدخل فيه ارباح، حتى لو في الانستغرام ممكن يتدخل ارباح اقل من اليوتيوب. لذلك انا بفضل اليوتيوب، يعني لان اليوتيوب بصراحه منصه يعني تجيب لك ارباح كثيره يعني، وفي نفس الوقت مع ان انستغرام في ميزه واحده، فيديوهاتك ما تتعبك يعني ذاك الكثر، مع ان في اليوتيوب انه فيديوهات طويله وتتعبك على المونتاج وتتعبك على كل شيء. فلذلك انا راح افضل اليوتيوب مع احترامي الشديد للانستغرام. والان نشوف السؤال التالي او التعليق التالي. كم معدلك؟ معدلي تقريبا بين ال 91 لل 93 كذا، و 89 لل 93 ما اعرف صراحه، يعني اقول يمكن. ما اكثر شخص مقرب لك؟ ما اكثر شخص مقرب لي صراحه امي وابوي صراحه. صف كم؟
أنا أروح صف العاشر. من وين في عمان؟ من ولاية إبرة في الشرقية، محافظة الشرقية. شو أكثر صفة تحبها في نفسك؟ أنا أحب في نفسي صراحة، يعني سؤال محرج شوية، يعني الكرم وذا يعني ما في شيء منه، يعني أهم شيء يعني نجاوب أي شيء. يعني صراحة أنا أحب في نفسي أكثر شيء إن أكون متواضع مع الجميع ومشارك، يعني فاهمين الله الكرم يعني. زي سعيد، شوف السؤال الثاني. طبعا جماعة الخير الأسئلة متكررة، فنعم حاولوا تجاوبوا أسئلة يعني كما تقول يعني غير متكررة، يعني لأن الأسئلة حد يعني سائل عنهن أنت ما تجاوب نفسهن. زين، والآن بنشوف تعليقات المقطع، ما تعليقات اللي أنا مسوينها في المنتدى يعني البوست اللي أنا مسوينه في المنتدى، ما يعني خلاص شفنا التعليقات كلهن ما خلصناهن، نشوف تعليقات المقطع. وبس يا جماعة الخير، كذا وصلنا لنهاية هذا المقطع وهذا الفيديو. فإذا عجبكم هذا الفيديو لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. وصراحة شكرا لكم على دعمكم، وصراحة يعني 300 مشترك بالنسبة لي واجد، يعني عدد كبير. يعني أتمنى أنكم تنشروا القناة عشان نصل إلى 1000 مشترك، وهذا هو هدفنا في الفترة الحالية بإذن الله تعالى. ولكن حاب أخبركم شغلة بسيطة، واللي هي ممكن أني أسوي مقطع أسئلة المتابعين جزء ثاني، لأن هذه الأسئلة يعني أسئلة تقدر تقولنا قليلة نوعا ما، يعني لو أنتم تكثر من الأسئلة وفي نفس الوقت ما تكون متكررة. طبعا المقطع اللي تو شفته تعليقات نفسه ماله، قلت لكم بجاوب على التعليقات من المقطع. التعليقات ماله للأسف الشديد متكررة، يعني الأسئلة متكررة، فلذلك ما جاوبت عليه لأنها متكررة. كم عمرك وكم هذا، خلاص أنا مجاوب عليه يعني ذيل. فنعم كذا وصلنا لهذا المقطع. ولا تنسوا رابط البث، يعني لحظة ما رابط البث سعيد. زي المهم بيكون بث ان شاء الله اليوم، ان شاء الله يكون اليوم يعني او باكر، بيكون طبعا فورتنايت في الليل، يعني تعرفوا ان بثوثي في الليل يعني زين. فاتمنى انكم تشوفوا ذاك البث وتدعموني بزر اللايك والاشتراك، وبس سلام.